كلنا تقريبا سمعنا الكلمه دي من شريكنا او من جوزنا او من اي حد كنا معاه في علاقه. انا راجل، انا عارف كل حاجه. بس هل هو فعلا الراجل بيعرف كل حاجه او هو فعلا اذكى من الست؟ ده اللي هنعرفه النهارده سوا. انا جمانة حمدي، معالج نفسي، والنهارده هنقدر نجاوب على السؤال ده. هل الراجل معدل تفكيره المنطقي اعلى من الست؟ يعني هل في ابحاث وريسورسز وحاجات بتقول ان الراجل بيفكر احسن من الست، او ان تشريح مخ الراجل بيختلف عن تشريح مخ الست؟ مبدئيا كده مفيش حاجه اسمها مخ راجل ومخ ست. يعني على الرنين المغناطيسي ما بيظهرش ده اذا كان ده مخ راجل ولا مخ ست. بيجي منين الكلام بتاع انه انا بفهم اكتر او ان الراجل بيفهم اكتر؟ لحد سن المراهقه او بدايه من سن 13 سنه او 10 سنين او ايا يكن الفتره اللي بيدخل فيها مرحله المراهقه، مخ البنت زي مخ الولد تماما، مفيش اي اختلاف. اللي بيحصل بس هو اختلاف في الهرمونات. الهرمونات دي بتاثر على الوصلات العصبيه، فبيحصل فيه تغيير شويه في طريقه التفكير او في نمط التفكير. وفي النهايه لو تواجدت البيئه المتوازيه زي اللي بتقدم للولد زي اللي بتقدم للبنت، هيحصل ان المخ ده هينمو زي ما هو بشكل كويس، والمخ ده برضه هينمو بشكل كويس. يعني بمعنى اصح مفيش حد اذكى من حد هنا لحد ايه فتره المراهقه بتاعتنا. طب هو ايه اللي بيحصل بعد كده؟ في اول نيسان جامعه ادنبرا نشرت دراسه بقياده دكتور ستيوارت، والدكتور دي عملت العينه على 2270 تقريبا عينه، ودي عينه كبيره جدا. العينه دي كانت عباره عن ما بين عمر 44 ل 77 رجل بريطاني وامراه بريطانيه. اتعمل رنين مغناطيسي للعينه دي كلها، يعني خضعوا لقياس المخ وخضعوا كمان لقياس الطبقه القشريه اللي موجوده في المخ. لقوا انه تقريبا مفيش اي اختلاف، يعني بمعنى اصح مفيش حد اذكى من حد هنا. طيب اليقين المرعب بتاع ان انا راجل وانا اذكى وانا فاهم كل حاجه ده جه منين لا مؤاخذه؟ هو بصراحه النمط ده جه من نتيجه البيئه. يعني المجتمعات العربيه بترسخ في ذهن البنت دايما او في ذهن الست انه الراجل عارف اكتر منك، الراجل عنده استعداد انه يندفع في اي حاجه ويعرف يتعامل احسن منك. وبالتالي البيئه كمان بيكون ليها عامل. الحرمان البيئي بيأثر على نمو المخ. لو انا ما وفرتش الظروف البيئيه المناسبه للست، هي عمرها ما هتنمو ابدا زي الراجل. وبالتالي هيكون في هنا فكره انه انا اقدر اعمل احسن منك، انا اذكى منك فعلا. الباحثين لقوا في الحقيقه ان مخ الست القشره الدماغيه بتاعته اسمك من الراجل. ده معناه ايه؟ معناه ان الذكاء الادراكي عند الست اعلى من الراجل، الذكاء العاطفي عند الست اعلى من الراجل، ومعدل الذكاء العام كمان اعلى من الراجل. طب امال هو الراجل بيمتاز في ايه؟ ادمغه الرجاله عامه بتميل للمنطقه اللي تحت القشره الدماغيه اللي هي بتسمى منطقه امون، ودي اللي بتلعب اكتر في الذكاء الادراكي للاماكن. يعني عنده الذاكره ان هو يروح مكان اسرع من الست، عنده الذكاء ان هو ياخد رد فعل اسرع شويه من الست، ودي بتسمى اندفاعيه. دي مش حاجه كويسه على فكره، هي بتنفع في حاجات وما بتنفعش في حاجات. عشان كده لما بتبقي راكبه مع جوزك مثلا ويقول لك لا انا مش هسال انا عارف الطريق، ده مش عشان هو يعني اذكى واحد في العالم، لا ده عشان مخه في عنده النقطه دي الذاكره الادراكيه بتاعته فيها اعلى شويه من العادي، وعشان هو اللي بيسوق كمان يعني، فهو دارك انه يعرف المكان بشكل اسهل. في علم النفس في حاجه اللي اسمها الاستيريوتايب. الاستيريوتايب او الصوره النمطيه، ان انا لما اصدر لحد او في مجتمع يصدر لحد صوره معينه عن المجتمع ده او عن نفسه، ده بيبقى النمط العام والسائد. ففي المجتمعات العربيه زي ما قلنا النمط العام والسائد ان الراجل هو دايما اللي عارف اكتر، الراجل دايما هو سوبرمان لا مؤاخذه، يعني مش بس بكلمته، مش عارفه بايه. ايا يكن مفيش حاجه اسمها حد اذكى من حد، في حاجه اسمها ظروف اتاحت للشخص ده ان هو يتطور، وظروف ما اتاحتش للشخص ده ان هو يتطور بشكل كافي. المجتمعات الاوروبيه ما كانتش تفرق عننا اي حاجه لفتره قريبه، لحد ما قامت الثوره النسائيه في المجتمعات الاوروبيه اللي طلبت بالمساواه بين العماله ما بين الراجل والست. لحد الفتره دي كانوا هم بيعانوا من نفس المشاكل والنمطيه اللي احنا بنعاني منها. الست في المجتمعات وفي الحضارات القديمه قبل ما يدخل اديان معينه او فكر قبلي معين، كانت الست في بعض الاحيان آلهة وبتعبد. ما بقولش ان دي حاجه كويسه، لكن الست كانت ليها مكانتها العظيمه جدا وشأنها الكبير جدا. التفكير النمطي والذكوري لما دخل المجتمعات العربيه ما خرجش منها تاني، وبالتالي حصل الست في المنطقه دي. الابحاث بتقول انه مش الستات الهستيريات هم اكثر العرضه للاصابه بمرض الجنون ولا الذهان، بالعكس الرجاله. يعني اللي انا عايزه اقوله ان كل الحاجات والمميزات اللي عند الراجل اللي بيتميز بيها عن الست او اللي هو فاكر انه بيتميز بيها عن الست، للاسف هي مش مميزات ولا اي حاجه. ففي المره الجايه اللي يجي فيها شريكك او جوزك يقول لك ما تعمليش كده عشان انا عارف اكتر منك او انا عارف احسن منك، يبقى قولي له دايما بس يا بابا. كان معاكم جمانة حمدي، معالج نفسي. انا بتمنى لكم كل الدعم والقدره على الحياه. شكرا لكم.